ما تفكريش كتير في كل حاجة بتحصل لك. الندم مش بيصلح اللي فات. فكري ازاي هتكوني النهاردة أحسن من امبارح، وما تعمليش حاجة بزيادة. خلي الاعتدال هو هدفك في الحياة. ما تثقيش في وعود حد. خلي ثقتك في الناس مبنية على تصرفاتهم. ما تضحيش براحتك علشان ترضي حد. اللي بيحبك مش هيعوز يتعبك. ما تكبريش المواضيع عن حجمها الطبيعي. ازعلي بس ما تسترسليش. عيشي اللحظة الحلوة وافرحي من غير ما تخافي. وبلاش تشتكي كتير على أمل إنك ترتاح. الشكوى بتكبر مشاعر الحزن. نقط ضعفك ما تشاركيهاش مع حد. هيفضلوا شايفينك بيها. ما تعيشيش بين امبارح وبكرة. فات خلص وبكرة لسه ما جاش. عيشي النهارده. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. تعالوا ندخل كده على الروتين القمر بتاعنا ده. بصوا، يعني كان يوم النهاردة كله شغل من ساسه لراسه زي ما بيقولوا. تعالي كده صلي معايا على الرسول وتشجعي مع اختك حبيبتك. وزي ما انت شايفة كده، الاول نصلي على رسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انت شايفة كده بحضر ايه؟ فطار. عشان النهارده كل البيت عندي عايزين ياكلوا، متجمعين يعني على الفطار النهارده. بألف هنا وشفا يا رب. وانا ما بصدق ان هم يتجمعوا على لقمة الفطار دي، فقلت ايه اعمل لهم بقى فطار شعبي كده قمر من بتاعنا، من مصري اصيل كده. رحنا ايه احنا الفطار الشعبي عندنا زي ما انتوا شايفين كده: بطاطس محمرة، بدنجان مقلي، فلفلتين كده تحمريهم برضو، فول وفلافل. يعني هتشوفي دلوقتي حتة جبنة ماشي، حتة جبنة بطماطم قديمة كده او جبنة بيضة بطماطم. بصي، يعني بتملي السفرة بتاعتك بشوية حبشتكنات يأكلوكي ويوقفوكي على رجلك. واليومين دول يا بنات، يعني انا هنا كنت مية مية والله، كانش فينا اي حاجة. جه الجو حرر وزي ما انتوا شايفين كده، اللي لقيته لبسته لاني ما كنتش طايقة اي حاجة البسها. شوية وتلجنا ولبسنا شتوي تاني لان الجو اتغير والله العظيم. وعملنا في نفسنا العملة السودة دي. وبصوا، البيت كله عيان، البيت كله من اول كوكي حبيبة قلبي بقالها النهاردة رابع يوم مكة ما بتدقش نعمة ربنا. وعلى المحاليل بقى، يعني محاليل الصبح وبالليل، ولا إبر ترجيع موقفة الترجيع ولا مش عارفة. ونورة نفس الوضع، بس نورة بتاكل يعني شوية، يعني ممكن تاخد سندوتش جبنة في اليوم كله، تاخد ربع رغيف جبنة، تشرب بق مية كده. لكن مكة ولا الهوا ولا الهوا. البت دي اما بتتعب عندي ببقى بصوا انا بموت. البيت كله بيموت بسببها والله، بسبب تعبها. وحوالين عينيها بقى تقولوا بقى هي شبه المدمنين، اسود طينة ومش عارفة. يلا الحمد لله. وكل ده ايه؟ من حبة برد. يا ريتنا ما خففنا ولا عملنا. والله العظيم انا كل اللي خففته لها، يعني انا كنت بلبسها 3 فانيلات والترنج من فوق. فهي يومين الحر دول كانت بتستغيث والحقيني يا امي وقلعيني يا امي وشغلي المروحه ومش عارف ايه. فقلت خلاص اخفف لها فانيلتين. اصبح بتلبس فانيلا والترنج من فوق. ترنج من فوق شتوي مش صيفي، يعني انا ما خففتش، ما لبستها الصيفي، لبستها قطعتين من 4 قطع. بردت برضه، بردت جامد كمان. وانا اللي غلطانه والله، يا ريتني ما سمعت كلامها. بس هي كانت صعبانه عليا لان هي حبيبه قلبي الاكزيما بتخليها اما بتتحر تقطع جسمها. فايه عشان كده يعني قلت ايه اهون عليها، اشيل طبقتين. انتوا عارفين نوة الحر اللي دخلت دي كانت فظيعه. بصوا دلوقتي الجو عامل ازاي يا بنات، يعني حاجه كده. المهم بالله عليكم، بالله عليكم اللي بتشوف الفيديو بتاعي تدعي المكة والنورة ان ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب، بالله عليكم. المهم زي ما انتم شايفين كده حضرنا الفطار. عملت بقى البدنجان، انا ولادي بيحبوا بطشة التومة دي يا بنات، يا نهاري بتبقى في حتة تانية. وكمان قرنين فلفل حلوين حاميين كده اللي بيحب يعني الفلفل الحامي. خلاص هنحضروا سفرة فطار قمر قمر. وانا لابسة لبس الحرامية ده.
اللي لقيته انا هنا، كان الجو نار، كان نار. انا مصوره الفيديو ده من مده. انا مش عارفه انزل فيديوهات بسبب تعب مكه. اما بتتعب ماسكه في رقبتي، اقسم بالله ما عايزانه اقوم من جنبها. وتخاريف بقى حبيبه قلبي، وسخونيه نار ما بتنزلش، وحاجه كده يعني بشعه. ربنا يا رب ما يجيب الدور ده لاي حد ابدا، ويشفي كل مريض، ويشفيكي يا مكه يا حبيبه قلبي. اهو حضرنا كده هنا برضو ايه هنعمله، ايه هنسخنه الفول بتهيألي، او هنقله بيض، مش عارفه. الفيديو ده كان عندي من كام يوم والله عاملاه، من نوة نوة الحر اللي كانت موجودة من 4 5 أيام دي. المهم شوفوا الجو دلوقتي عمل برد تاني ازاي، وبجد سقعة. يعني بالنهار حر وبالليل سقعة سقعة يعني. الحمد لله على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اهو هنا بقى منى دخلت قالت لي ماما كنت مش عارفة بحضر في حاجة تانية. هي بقى حبيبتي قالت لي ايه، انا هعمل لك البيض. ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب. حكم احنا مع جيل قشطة قشطة. والله العظيم. اما حصل حتة موقف، امال دي ما بتدخلش المطبخ اصلا، اللي بتدخل المطبخ عشان تعمل فنجان القهوة بتاعها بس. اقسم بالله بنتي دي ما بتدخل مطبخ خالص خالص، غير عشان تعمل حرفيا زي ما بقول لكم، يا اما تجيب كوبايه عشان تشرب فيها ميه من الديسبنسر، يعني ما تعرفش مكان اي حاجه ولا ليها في اي حاجه خالص. فالمهم دخلت زي ما انتم شايفين كده، قلبت البيض. ماشي يا بنات. انا عامله كام حاجه بقى، محمره بطاطس، وعامله فلافل، وعامله بدنجان، وعامله خير ربنا، عامله حاجات كتير، وعامله الفول. انا اللي مدمساه ومجهزاه ومظبطه الدنيا، ومخلله ليمون، مطلعه برضو ليمون. هتشوفوا دلوقتي السفره بتاعتنا. وانا اللي عملت البيض، يعني انا فقشت البيض، هي حطت عليه بس ملح وفلفل ومحدش شيء. اهو بصوا السفره بتاعت الفطار، وجبنه وبنعمل شاي وكله تمام التمام. واول ما قعدنا على الاكل راح باباها سائل، كلهم بياكلوا بقى من كل الاكل. الله، البيض ده طعم قوي، انت عملتي البيض ده ازاي؟ رحت بصله كده. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. شويه حسن جه، كنا بنفطر حبيبي، فقعد معانا يفطر، فما حضرش اي حاجه اهو. الله البيض النهارده طعم قوي، ما انت عملتي يا ماما البيض ده ازاي؟ يا ولاد اللذينه، يعني كل ده عشان البت دخلت حطت ملح وفلفل. والله العظيم، عشان دخلت حطت الكل بيسأل البيض معمول ازاي. يا لاوي يا لاوي يما. والله العظيم. ده انا اللي فاشلها البيض يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ يعني انتوا سايبين كل ده وبتسألوا البيض اتعمل ازاي؟ والله العظيم. فالنفس يعني فعلا والله نفسها عسل. الحمد لله ربنا يا ربي. قلت لها يا مال ادخلي كده اعملي لنا اكله، يمكن يغيروا رايهم ويبقى انت اللي طباخه ماهره يا بنتي، احسن مني 1000 مره. ربنا يهديهم ويصلح حالهم. المهم دخلنا بقى ايه، بصوا هنا كان الجو برد، رحت داخله لابسه حاجه كده، ما هو ده اللي نيل الدنيا وقلب الدنيا معانا والله. اللي انا بعكه ده يعني ازاي نخفف ونتقل نخفف. بصوا يعني الحمد لله. كان فين دماغي، كان فين دماغي يا حستي السودا يا انا يما والله. والله العظيم. فمسكت بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، برص المواعين بتاعتي مكان اللي كانت مغسولة. انا رجعت الدولاب بتاع المطبخ مكانه تاني يا بنات، عشان مش عارفة تغيير، من باب التغيير ومن باب الحرص على كوكي، عشان بجد قلقانة عليها يعني. فربنا ما يجيب لناش اي حاجة وحشة، لا انا ولا انتم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. رص المواعين ده لوحده بياخد وقت اكتر من غسيل المواعين بتهيألي، لان ببتنا لف كده اودي ده مكانه وده مكانه وده مكانه، عشان تظبطي دنيتك كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
بننضف بقى كده، وبنضف برضو تحت الصفاية، وبظبط دنيتي قبل ما ابتدي بقى ايه في شوط المواعين المحترم ده. اقسم بالله تبقي اقول ايه كسلانه كسلانه، يعني لو ما قمتيش كده مع اختك وتشجعتي وخلصتي دنيتك. انا ركنت الصفايه عشان انا عايزه اغسل. تحسي ان صدرك من جوه وزورك عايزه تهرشيهم كده، مش عارفه، انا حاسه ان انا عايزه اهرشهم والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دخلنا كده بقى على الاخ اللي بيضحك علينا ده، الحوض المكار ده، اللي تفتكري فيه شوية مواعين صغيرين وهو مليان لآخره لآخره. ربنا يديم علينا النعمة يا رب. بس قولولي بقى ايه رأيكم في الفطار العسل ده؟ وينفع غدا محترم مية مية، غدا اقتصادي كده. هو مش اقتصادي ولا هو ما عادش فيه اقتصادي ولا نيلة، هو كله دلوقتي ما يعلم بغير رب العباد. ما عادش فيه حاجة اسمها اقتصادي وبدنجاني. الحمد لله الحمد لله، ربنا بس يديمها علينا نعمة. انا اسفة يا بنات. ايوه مية مية، نبتدي بقى نغسل مواعيننا كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس قولولي ايه رأيكم في المقدمة اللي انا بحطها دي، حلوة ولا بلاش احطها تاني؟ يا ريت تكتبولي كده وتقولولي ايه رأيكم يعني. مش عارفة هي مين دي اصلا، دكتورة ولا دكتورة نفسية ولا، بس هي انسانة بصراحة يعني كلامها بيريح كده. انا وانا بتصفح كده على الفيس عندي بتظهر لي على طول، عشان انا شفت لها فيديو او اتنين فلقيتها بتظهر لي. بصراحة كلامها مريح جدا، ولما بعمل بيه كمان يا سيدي يا سيدي ببقى انا بعمل بيه من زمان، من زمان او من اول ما ابتديت اسمعها والله العظيم بجد. اللي هو انا همي ليه ده زعل ولا ده ما زعلش ولا ده عمل ولا ده خلى ولا ده سوى. ما انا هم نفسي. ما عادش فيه صحة ولا عاد فيه دماغ ولا عاد فيه، يعني ما فيش مساحة ولا فيه وقت اصلا تفكري في غير بيتك وولادك. ده احنا بنفكر فيهم بالعافية. يعني ده في حاجات كمان بتفوتك كده، تحسي ان انتي مقصرة معاهم. يبقى هنفكر في كاني وماني وعبد الحميد الزلباني؟ لا والنبي والنبي، ولا في صحة تقضينا نفكر في حد. ولا والله العظيم يا بنات، لو كل واحد فعلا في البشرية كلها يشغل باله بحاله، ولا ده يبص لده ولا ده يعمل بده ولا ده، لا يعني لو عندك حد تتعلمي منه حاجة حلوة. تدخلي مثلا تروحي تزوري اختك وتشوفيها وتبصي عليها وتلاقي عندها حاجة حلوة، تباركيها من قلبك، من قلبك تباركيها من صميم قلبك. ما تستكتريش عليها نعمة ربنا. يعني لو اختك بتبني بيت جديد، بتجهز بيت جديد، جايبة عفش جديد، تدعي لها دعوة حلوة ان ربنا يهنيها وربنا يسعدها ويفرحها بحاجتها. يا ده، ويبقى من قلبك كده فيكي كل الخير ليها. والله العظيم يا بنات بجد هيجيلك انتي نفسك كل الخير، كل الخير وكل النعم وكل. اصلا انتي اما هي تبقى تعبانة، هل اختك دي اما تبقى تعبانة او جارتك او بنت عمك او ايا كان، هي مين الفرد اللي انتي رحتي له ده واستكترت عليه النعمة ده، لو انتي شفتيه تعبان ومهموم وشايل هم الدنيا ومرض من كتر ما هو مش قادر على دنيته، انت هل اقعدي مع نفسك كده قولي انت هتبقى مبسوطة؟ انت هتبقي مبسوطة؟ مستحيل هتبقي مبسوطة، وإلا يبقى في جواكي حاجة غلط، يبقى في جواكي حاجة عايزة تتعالج، لانك كده بقيتي مريضة، حرفيا بقيتي مريضة. يعني لا، مستحيل. ده انت لو شفتي قطة في الشارع بتعرج بتصعب عليكي والله العظيم. لو ما انت ماشية في الشارع والدنيا بتمطر وشفتي بتمطر على قطة ومش عارفة يا عيني تغطي نفسها ولا كلب ولا بتاع، مش هيهون عليكي.
يبقى انت لما يبقى في بني ادم تاني بيتألم او تعبان في حياته او مش سعيد او لا لا لا. حتى اقول لك على حاجه، طب اقول لك على، حتى لو الست دي عدوتك يا ستي، والله العظيم حتى لو هي عدوتك واتحطت في موقف مؤذي، اذى ليها او شر ليها او كده، انتي صدقيني مش هتبقي مبسوطه. لان بني ادم بيتألم، بني ادم بيتعذب، بني ادم، لا وربنا يكفينا شر الشماتة. مستحيل تبقي مبسوطة، والا يبقى في خلل في نفسيتك، والا يبقى في خلل في نفسك وفي حياتك. لا 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 لا، ما في ده. انا شفت ناس متسامحة تسامح. انا نفسي، مش هقول لكم ان انا كده، لا طبعا انا مش كده للاسف. للاسف والله العظيم انا عندي ابو حسن ده يعني اتأذى أذى غير طبيعي، غير طبيعي، غير طبيعي. ولو بس اللي هو أذاه ده يتصل عليه في التليفون كده يقولك لا يعني ازاي ما ردش، يا ابني انت ازاي كده، يقول لي خلاص يعني هو بني ادم وغلط واعتذر، وازاي يعني، ايوه يا ايوه يا استاذ، ايوه يا فندم، ايوه يا حبيب. والله العظيم ابا بسمع بشوفه كده. ويا سلام لو حد بقى، الحد ده جاله لحد البيت، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض على الترحيب، ولا كأنه عمل له حاجة. والله العظيم انا بقى انا ممكن اعض البني ادم ده. يعني سبحان الله، بقول له انت عندك نعمة من عند ربنا، ربنا يديمها عليك نعمة، حرفيا ربنا يديمها عليه نعمة. نعمة التسامح دي، ان هو بجد متسامح بشكل مرعب. انا بقى يقول لي يتريق عليا ويقول لي ايه، انت عندك صندوق اسود زي الطيارة. ايوه والله فعلا. بس بنات بحس ان هي حاجة غصب عني. انا بحاول كتير كتير، انا ما الحمد لله الحمد لله ما بتمناش ضرر لحد ابدا، مستحيل اتمنى اذى لحد، مستحيل. بس ما بنساش اللي بيتعمل فيا. يعني لو حد عمل فيا حاجة وحشة انا ما بنساهوش، ما بنساش الحاجة الوحشة دي ابدا ابدا. فعلا انا عندي صندوق اسود، بس ما بتمناش للبني ادم اللي عمل ده حاجة وحشة فيا ده الاذى، او بتمنى له شر او بفرح. اما بالعكس والله العظيم انا فاكرة واحدة، اكتر حد اقسم بالله العلي العظيم، اكتر بني ادم اذتني على وجه الارض، بشعة بشعة. يعني بتهيألي هي مخلوقة بلا دين بلا رحمة، مخلوقة مش طبيعية، مش طبيعية. و يعني حاطين القدر ان انا ابقى مع البني ادمة دي في يوم من الايام في بيت واحد. بني ادمة بشعة، كل ما يقال عليها ان هي مش بني ادمه، مش من ضمن البني ادمين اللي هي ممكن تخوض في سيرتك وفي عرضك وتأذيكي وتتبلى عليكي تبلية غير طبيعية، غير طبيعي، وتنام وتضحك وتاكل وتشرب وتعيش حياتها عادي جدا جدا. مش في الدنيا والله العظيم بني ادمه، مش لا 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 ما اقولش عليها بني ادمه، يعني ربنا يبقى يسهل لها منين ما هي قاعده. ومره جالي تليفون لدرجة ان هي كانت سبب من اسباب ان انا سبت لها الدنيا ومشيت من دنيتها خالص. بس بعد سبتها لها يعني ربنا وحده اللي عالم انا خسرت قد ايه عشان اسيب ابعد عن يعني ابعد نفسي عنها، لانها كانت مؤذية اذى غير طبيعي، وصل اذاها لولادي الصغيرين، ولادي اللي مالهمش في الطور ولا في الطحين. طب انتي بتكرهيني ولادي، طب انتي مالك ومالهم. والمصيبة السوداء ان انا ما كنتش بشوفها اصلا، ولا عمري دخلت لها بيت، ولا عمري هي كده. المهم بدون الدخول في تفاصيل، يعني الست دي حصل لها كارثة، مصيبة، بس مش فيها، في عيل من عيالها. والله العظيم يا بنات يعني انا بكيت حرفيا، انا عيطت رغم ان اذاهم، يعني حتى كانت مشربة العيال نفسهم ان هم يأذونا. العيال دي اللي هو الولد ده اللي حصل له مصيبة ده اذانا، اقسم بالله انا ما سمعت التليفون قلبي وجعني وعيطت.
على اللي حصل له. فحاجة غصب عني، مش هقول له مش عارفة. طب لا لا، ده انت لا لا خالص اطلاقا، اطلاقا. اصل الا الضنا، ربنا ما يوجع قلب حد على عيله ولا على ضناه ابدا مهما كان، لو هو مين بالذي. لكن اللي بيخلص الحقوق بقى، انا كنت الاول اقعد اعيط وافكر وازاي، واقعد ادافع عن نفسي واقول لهم يا جماعه انتوا ازاي كده، ازاي دي كده وايه وفين وفين، لما طبعا بانت بقى على حقيقتها والحمد لله، الحمد لله الذي عافانا. فيعني صعب 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 انك تسمعي ان في حد اتأذى، او ان حد وقع في مصيبة، او لا 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 لا، بجد صعب يا بنات، والله صعب. فاحنا الحمد لله، الحمد لله، ربنا يجعل قلوبنا بيضة ونقية، الحمد لله. ما بننساش الإساءة، ولا عمري هنسى الإساءة، بس ما اتمناش الأذى لحد خالص. اتمنى ربنا بس يسترني انا وولادي وزوجي ويشفيه ويعافيه هو وولادي وبس. ما بتمناش اكتر من كده. والستر طبعا، والستر ده اكبر نعمة من عند ربنا. ربنا ما يحوجناش لاي مخلوق على وجه الارض ابدا يا رب، انا ولا انتم. ربنا ما يحوجنا لاي مخلوق. بصوا بنات، اخر حبة لفت موجودين في السوق على رأي الست اللي بعته، اخر حبة لب حبة لب قال حبة لفت كانوا موجودين في السوق، كنت هموت عليه. عارفين اللي زي اللي بتتوحم بالظبط، كنت هموت عليه. فبابانا ربنا يكرمه بيتكلم مع الست الفلاحة، بيقول لها خلاص بقى مفيش لفت في السوق. قالت له اجيب لك. قال لها انت بتتكلمي بجد؟ قالت له بس ايه غالي نار نار. جايب لي الحبة دول ب 120 جنيه، تصدقوا انتوا؟ والله العظيم يا بنات. كان جايبهولي اخر مرة، كان جايب لي حبة حلوين برضو ب75 جنيه. المرة دي بقى جايبولي ب120 جنيه. قالت له بس ايه يعني، انا مش مسؤولة عشان هو ممكن يكون في شيخ كتير. قال لها بس هاتي يا ستي ان شاء الله حبة كده ب30 ولا ب40. لقاها جايباله دولت ب120 جنيه. مسكته والله العظيم كان سكر، ما كان فيه ولا واحدة شيخة ولا، كان زي العسل. هي عندهم الأرض بتاعتهم، فهي حبيبتي ايه كانت جمعوه كده، بس كان فاضل حبة في الجنينة بتاعت أرضهم، فجابت لي منهم بقى. تقول له آخر قطفة كده حبة، وزعت بقى ايه آخر حبة دول على حبايبها بقى واخواتها وكده، وبابانا عشان هو الزبون بقى عندها، فقالت له والله لا اجيب لك. فراحت يا حبيبتي جايبه له، كتر ألف خيرها. عملتهم كانوا شهد، أقسم بالله كانوا شهد مكرر. الحمد لله، ربنا بس يديم علينا النعم. وكان عندي برطمان كنت مخللة فيه كرنب، وكنت حاطة فيه بنجر. كنت عاملة خل الكرنب، اللي هو ساعة ما بنسلقه الكرنب كده بالعيدان بتاعته دي بخللها، وكان ما رميتش المية بتاعته، ورحت حطاه بقى. نطلعه منه قريب مع بعض وناكله بإذن الله. نسيبوه كده 5 6 أيام ونبتدي بقى ناكله منه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انتوا عارفين ان اختكم بتعمل المخلل البركاوي كده ببركة ربنا، نسمي الله ونبتدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وعندي كمان مخلل الليمون، فكده عسل قوي. كنت نفسي اعمل حبة خيار، مش عارفة الخيار ده مش راضي ينزل سعره ليه. ولا الطماطم عندنا النهاردة ب35 جنيه، وام 25 دي اللي هي بصي تاخديها ترميها في الباسكت حرفيا، ولا تتنقى، ما بتنقاش منها كمان، انتي تاخديها ترميها كده ايه على طول في الباسكت. شوية الشغل دول بقى حرروني وخلوني بقيت والله يا بنات قسما بالله زي ما بحكي لكم. يعني انا بردت دخلت لبست جلابيتي اهو، وقلت اتقل تاني كده بالجلابية، بس حسيت ان انا برضو حرانة. فبعد هو مع الشغل اصلا البني ادم جسمه بيسخن وبيحس ان هو بيطلع بترول. فهدخل بقى تاني اخفف هدومي، هاخد حبة برد محترمين محترمين طلعوا من وداني اهو.
الحمد لله الحمد لله. ده انا باخد اللي هو حاجة كده مش عارفة اسمها، باراسيتامول. ده باراسيتامول ولا والله ما انا مش عارفة انطقه حتى. يعني مش باراسيتامول، هو دواء فيه باراسيتامول. 1000. باخد 1000، باخدها مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. وحاسة ان انا مش متظبطة. بصوا هنا بقى، قلت ايه، لا انا كده سخنت جامد، رحت قلعة الجلابية ووقفت بلبس الحرامية تاني. دخلنا بقى على الغدا. طبعا احنا قعدنا وارتحنا، كل ده بيبقى فيه فواصل يعني، بقعد وبرتاح وبشرب شاي وبتفرج على فيلم، بقرأ شوية قرآن، اي حاجة اي حاجة في يومك بتعمليها، بتتفرجي على اليوتيوب كده. وبعدين باجي داخلة تاني، دخلت بقى قلت ايه على الغدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل حبة بولتي كده مقلي، هنعمل سفرة عظمة عظمة، تدعي لي من قلبك. وما تنسيش تكتبي لي حلوة المقدمة اللي انا بعملها دي، اللي انا بنزلها في اول الفيديو دي، ولا غير بلاشها. يعني يا ريت تكتبوا لي، لو كده انزل لكم حاجات ليها برضو تاني وكده، ولو مش عاجباكم نغير. انا فتحت طبعا السمك كله، لان السمك ما شاء الله اللهم بارك كبير. ففتحته كله، وابتديت بقى ايه اعمل له انا بعمل الدقه دي بتبقى موجوده عندي اصلا. توم مفروم وهريسه شطه وكمون وملح، وممكن تحطي عود شبت. بس انا عشان بتن عندي مده طويله بحضر علبه كده بتن عندي كذا مره، فما بحطش خضره خالص. ممكن تحطي على الحته اللي انت هتعمليها. وهبتدي ابدر السمك كله كده بقى ايه، واركنه على جنب. وطبعا انا هنا تهيألي كنت مولعه على البطاطس. هنشوف والله انا مش فاكره، عشان الفيديو ده من كذا يوم اصلا، مصوره من كذا يوم ومش مالكه انزله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا ريت يا حبيبة قلبي لو بتشوفيني لأول مرة تاخدي جولة كده في القناة، بإذن الله بإذن الله تعجبك. وإذا عجبتك اشتركي معايا، اكتبي لي كومنت حلو بإيديكي القمر دي، تسلم لي إيديكي. ويا ريت تشوفوا الفيديو للآخر، والله العظيم هيشجعك جدا 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 وهيعجبك بإذن الله. فيديو روتين النهاردة قوي جدا، كله شغل. هنا بقى قلت ايه اعمل حبة رز صيادية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا انا البت نايمة جنبي، اقسم بالله مش عارفة حكاية الحرارة دي، السخونية اللي ما بتنزلش دي. الف سلام عليكي يا قلبي. بصوا التوم يا بنات، ولحد اخر السنة ان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، هتلاقوا لونه ابيض زي القشطة كده. بتفرزي التوم ازاي يا قوشة؟ بنجيبوا التوم وهو في ميعاد التفريز بتاعه، وبنبتدي نفرمه من غير لا ملح ولا زيت ولا اي حاجة في الحياة، توم صافي. ونعبيه ونبططه ونتني الكياس كده ونحطها في علبة ونشيلها في الفريزر. هنا الرز معايا هنعمل الرز الصيادية. البصلة غمقت خالص، حطت لها المية، ولازم تسيبيها تغلي كويس جدا عشان لون البصلة ينزل في المية، يطلع لك احلى لون رز صيادية في الحياة. هتاكليه وتدعي لي. وحطيه مع مية الرز حتة دقة سمك وملح، وسيبيه بقى كده حبيبتي. حبيبة قلبي امك، الف سلام عليكي يا قلبي. طبعا هعمل خرشوف انا لسه عاملاه معاكم، احنا بنحب نعمله وناكله مع السمك. انا لسه كنت عامله الطريقه معاكم، لو عايزه تشوفي الطريقه هتلاقيني منزلها لك في ستوري او في فيديو قبل كده. اهو بصي الرز ابتدى بيغلي، تيجي عاطياله تقليبه تاني كده عشان الميه تدخل في كل حته فيه. شايفين المرحله دي اللي الرز بيغلي فيها وفيه ميه كتيره ازاي؟ انا بوطي عليه بقى بالطريقه دي، وطي عليه بقى وسيبيه يعيش حياته. هتاكلي احلى رز صياديه مفلفل وزي السكر، وهتشوفي معايا دلوقتي شكله عامل ازاي. خلاص، وولعت على البطاطس تتسلق. وهنا
عملت الخرشوف برضو سبته مع نفسه. ببتدي بقى احمر الرز السمك بتاعي. انا مش مركزه خالص. كوكي نايمه جنبي حبيبتي وعماله تنازع زي ما انتوا مش عارفه انتوا سامعينها ولا ايه. فانا دماغي مشغوله بيها. وديتها والله المستشفى وطلب اشعه على الصدر عشان هو بيقول لي صدرها مش مريحني، صدرها تعبان وبطنها تعبانه جدا جدا جدا، عندها على طول مغص ومش قادره. وكتب لي بقى على مضاد حيوي ودواء بروفين للصدر ونوع مضاد حيوي كده، قال لي تمشي عليه 5 ايام، ودواء تاني للصدر بروفين ده للسخونية عشان ينزل السخونية. واول ما رحنا عطاها يعتبر 3 ابر في ابرة واحدة للسخونية ونوعين تانيين مش عارفة بايه، حاجات طبعا يعني اللي هي نص سنتي ملي، مش حاجات كده هدخلهم في بعض واعطاهم لها. بصراحة اسعافها لان هي كانت درجة حرارتها 40. والله يا بنات كانت درجة حرارتها 40 وما بتنزلش. فطبعا ولا بكمادات ولا بأي حاجة في الدنيا. بصوا اقسم بالله هتطير برج من دماغي، مش عارفة فيها ايه. وشكلي كده بكرة تاني هروح تاني لدكتور تاني خالص لان البت ما فقتش، حرفيا ما فقتش. فربنا المستعان. ده حتى كانت بتاكل لقمة ولا لقمتين، دلوقتي ما بتاكلش خالص خالص. هنا بقى جابوا لي طماطم، كانت الطماطم ما عنديش طماطم، راحوا جابها لي ابني هنا في اليوم ده، كانت ب35 برضه. بس انا نسيت الكاميرا مفتوحه ولا ايه، ربنا المستعان. احسن حاجه بقى الصينيتين الاستانلس دول يا بنات، بصراحه بينفعوني بقى، يعني عايزه اجيب تاني والله. ينفعوني احمر السمك ما شاء الله اللهم بارك. يعني السمك ده انا لو حطيته في قوارب مش هينفع يتحط في قوارب، الا بقى كل سمكتين 3 في قارب. ده بياخد كل السمك وباجي احطهم بقى على الترابيزه، واللي يعجبه سمكه يجي مادد ايده واخدها قدامه وخلصنا. فاهمين قصدي كده؟ هنعمل بقى طبق سلطه كده كمان محترم. طبق السلطه ده يعني يوم السمك مهم جدا، انا ما بعملش سلطه غير مع السمك، لان مع السمك او مع الكشري الاصفر لازم حاجة ترطب كده على قلبنا. ولو جربتوا الخرشوف هتدعوا لي يا بنات، تحفة. بيبقى زبدة والله العظيم. الواحدة بتبقى غدوة عشوة بتملى البطن حرفيا، بتشبعك. يعني لو انتي عاملة دايت اعملي طبق سلطة محترم زي ده والخرشوفة وطبق بطاطس كده بملح وفلفل من غير اي مسلوقة، بملح وفلفل من غير اي حاجة، تاخدي برضو معلقة كده، هي معلقة كأنك كلتي عيش. او بلاشه، يعني شوفي دنيتك فيها ايه. قولي لي اعملي انت رجيم يا اوشا. واحنا بصوا بقى عندنا كرش وبظابيز وحاجات كده، يعني اسمها قلابيز في كل حتة. يعني والله بجد نفسي اعمل رجيم انا كمان، بس انا مشكلتي في الدوخة والحاجات دي، فعايزة يبقى مع دكتورة نظام غذائي، ما ينفعش نعمل لوحدنا. شايفين يا بنات القدرة اهي دي ما شاء الله، شايفينها حلوة ازاي؟ طريقة الحفظ احنا لو شايلينها في التلاجة من غير ورقة السلوفانة دي، تاني يوم تالت يوم هتلاقيها دبلت وتترمى واصفرت وبقت حالتها سودة. لكن اللي بيحافظ على الحاجة في التلاجة هي ورقة السلوفانة دي. لفي الخضرة كده بتاعتك متخليش فيها ولا نقطة هوا، حطيها على الرف في التلاجة وعيشي بقى اسبوع 2 ماشية معاكي. يعني دي بقالها اسبوعين في التلاجة، والله 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 بقالها اسبوعين في التلاجة. حتى تلاقي لونها افتح شوية، يعني ما بقتش الخضر الغامق زي الاول، ابتدى يفتح شوية. قطعت كده عود خضرة لان للاسف ما كانش عندي شبت، مع ان انا ما بحبش الخضرة دي مع السلطة، انا بحب الجرجير او الشبت بس اللي كان موجود. وانا اعصر بقى ليمون، ما بحطش ملح خالص على السلطة انا. انتوا عارفين بقى اخواتي وحبايبي اللي متابعيني من زمان، عصرة ليمون محترمة كده وكان الله بالسر عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حلو الطبق ده قوي كمان في التقديم، بس بالسلطه فيه زي ما هي، بقدمها زي ما هي كده. بصوا بقى لون الرز
حاجة كده شغل فاخر من الاخر. وده الليمون اللي احنا معصفرينه مع بعض. بصوا بقى الرز بقى، لا تقولي لي بقى بصلة باينة فيه ولا ليه. اضربي البصلة في الكبة تبقاش باينة حتت غامقة، لان احنا بنغمق البصلة. شايفين لون الرز؟ شايفين لونه؟ تحفة. مهما غماتي البصلة مستحيل تشوفيها، لان ايه، البصلة اصلا مهرية في الكبة. بحب اضرب بصلة الرز الصيادية في الكبة، بتديني لون احسن، وكمان بتبقى بتدي لون احسن. زي ما انتوا شايفين اللون، شايفين في اي بصل غامق او محروق، مع ان انا حطاه المية قدامكم، كانت بتغلي قدامكم على البصلة وكله تمام، كأنك مصفياه من البصل. ادي الرز بتاعنا ولونه وجماله حاجة كده شغل فاخر من الاخر. والبطاطس حطيت عليها حتة دقة، ورحت حطلها حبة زيت، حتة دقة من دقة السمك اللي احنا بنحيق بيها السمك، وحبة زيت وحبة خل، وبس. هي دي سلطة البطاطس بتاعتي، وبهرسها جدا لما اخليها كريمة. وممكن تديها تسخينة على النار، وممكن لا، يعني على حسب راحتك. وادي الخرشوف عشان تعرفي انه استوى، تشدي منه ورقة هتلاقيها طلعت معاكي بكل سهولة. وادي شكل سفرتنا، وبألف هنا وشفا على قلب ولادي وقلوبكم يا رب يا رب. واوعوا تنسوا كوكي بدعوة حلوة. وبتمنى ان الفيديو بتاعي النهاردة يكون خفيف على قلوبكم وعجبكم، وسفرتي النهاردة تكون عجبتكم. واوعي تنسي اختك في كومنت حلو وتصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. 100 بوسة مني على خدكم كلكم. باي باي.